خبر عاجل للتلاميذ والآباء: تأخر الامتحان الموحد بسبب مباراة المنتخب المغربي. خبر مهم بزاف آباء والتلاميذ، حيث قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل الامتحان، ولكن الأمر محير. علاش في هذا الوقت؟ وأيضا حتى الفروض المراقبة المستمرة. سبب واضح وباين، خليك معايا حتى النهاية. ضغط على زر الاشتراك ودير واحد جيم وخلي لنا واحد التعليق، لأن كيقول لك الدال على الخير فاعله، ولهذا كنقول لك مرحبا بك. حسب المراسلة 238/28 الموجهة إلى السيدة والسادة المديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الوزارة أعلنت رسميا عن تأجيل تواريخ الامتحانات الموحد المحلي، وكذلك فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي للدورة الأولى. يعني غادي يأجلوا الامتحانات حتى يدوز كأس إفريقيا. علاش؟ باش الإنسان كيكون ارتاح، الوليدات كيكونوا تفرجوا فرحتهم. علاش هادشي مهم؟ لأن التلميذ راه ما غاديش يركز بعقلو. هادشي راه مهم بزاف، لأن الوزارة طلبت تأجيل. علاش؟ لأن هادشي مهم. التلميذ ضروري عنده واحد العقل صغير، راه ما غاديش يبقى مكونسونطري مع الامتحانات والفروض ديالو. ضروري عقلو خصو الماتش، خصو يتفرج شكون غادي يغلب شكون ما غاديش يغلب، ولهذا أجلوا. هادشي راه داروه واحد القرار مهم بزاف، لأن أنا بيدي كنت مع هاد القرار هدايا. علاش؟ لأن التلاميذ ما غاديش يركزوا. راه ما تقولش أنا غادي نركز ولا شي حاجة، هذاك راه التلميذ عنده العقل الصغير. حيث قالت الوزارة بكل وضوح أن الهدف من تأجيل الامتحان هو التلميذ من اجتياز بأحسن الظروف النفسية والتربوية العادية للامتحانات. علاش؟ لأن التلميذ إذا كان مرتاح غادي يدوز الامتحان بأحسن الظروف، وغادي نحصلوا على أحسن النتائج. وتخفيف الضغط كبير بسبب كثرة التقويمات، وأهم الأسباب هو نهاية كأس إفريقيا يوم 18 يناير، ونهاية اللي غادي يتفرج لكل شيء، وغادي تقام الحمد لله في أحسن الظروف، ونتمناو النجاح والفوز للفريق الوطني. وتم تأجيل الامتحانات يوم 20/21 عوض 19 و20. علاش؟ باش كنعطيو واحد الفرصة للتلميذ، واحد المساحة ديال نهار ولا يومين باش يستعد القوة ديالو، يحيد ديك الشحونات السلبية، وأيضا حتى الطاقة ديالو كتولي هي ديك معاوضة باش حتى يدخل الامتحان ما يكونش عليه واحد الضغط نفسي ديال المباراة وضغط نفسي ديال الامتحانات، باش ما نطيحوش واحد الارتباك وتكون واحد النتيجة سيئة للامتحانات، لأن هادشي كيعود عليه من بعد. وهذا القرار في صالح التلميذ أولا، لأن باش يشجع المنتخب الوطني من جهة حب الوطن والحب الرياضة، ونعطيوها واحد الرؤية زوينة باش كلشي يقدر يتفرج في راحته، ويكون عندنا واحد نسبة المشاهدة عالية. وأيضا من الجهة أخرى هو الامتحانات يدوزوا في أحسن وقت، حتى التلاميذ يكونوا مرتاحين، والآباء والأمهات يقدروا يسافروا يحضروا المباراة ولا يتفرجوا في دارهم ولا في المقاهي، أيضا التلاميذ. ولهذا تم التأجيل، ومرحبا بك. ضغط على زر الاشتراك ودير واحد الكومنتر، وإذا بان لك هذا القرار في الصالح دير لنا واحد الكومنتر واعطينا رأيكم. مرحبا بك.